هل إسرائيل اللي بتدير الحرب في المنطقة؟ هرد عليك وأقول لك لأ، اللي بتدير الحرب في المنطقة هي أمريكا. هتقولوا لي ليه؟ ده نتنياهو بياخد مواقف صارمة لوحده وبيمشي كده زي الحمار المقمص لوحده كده، وأمريكا مش قادرة توقف. هقول لك لا، أمريكا عندها القدرة على إيقاف الحرب، عندها المحكمة الدولية اللي هي قالت هتحاكمها علشان هتحاكم النتن، عندها الأسلحة اللي بتديها له، كل ما يطلب أسلحة بتديها له، عندها الجنود اللي بتبعتهم، وعندها العمليات اللي بتحاول تعملها لتحرير الأسرى اللي هي بيروح ضحيتها أكتر من اللي بيتم تحريرهم. يبقى إذا السياسة داخل المنطقة هي إدارة أمريكية، مباركة أمريكية. وإن كان في الظاهر قدام ممكن المؤسسات قدام مش عارفة إيه إن هم رافضين أو بيعملوا كده علشان الانتخابات، لكن اللي خلاني أقول كده السياسة الأمريكية المتدخلة داخل السودان، وظهور حميدتي واتهام مصر. اتهام مصر من حميدتي كان في توقيت معين بظهور طائرة في قاعدة مورو. الطائرة ديت طائرة مصرية، وهو اتهمها ان هي بدأت في اشتعال الفتيل ما بين الدعم السريع وما بين الجيش السوداني، ولولا الأحداث اللي حصلت من مصر دي ما كانتش هتحصل الجريمة اللي حصلت داخل السودان. ده الكلام اللي هو قاله مش اللي أنا بقوله. الطيارة ضربت قوات تدريب للدعم السريع، كانت قريبة من قاعدة مورو، فدوت طبعا خلى فيه يعني غضب، لان دول جايين في حماية الجيش السوداني، يعني لما ضربوا بأوامر من الجيش السوداني. تاني حاجة تزامن الحدث ده هربطه بتزامن أحداث المسجد الأقصى. لما حصلت وشدت الأحداث كانت الحرب بتاعت غزة بدأت بقالها حوالي 5 شهور مثلا أو أكتر شوية. فما بدأت تشد داخل الأقصى وتطلع قرارات من نتنياهو وبدأ يفشخ نفسه في المنطقة، قام حاصل الموقف دوت داخل السودان. وبعد كده بدأنا نلاقي الإمارات بعد ما حصلت الفتنة بين الجيش والدعم السريع، بدأت الإمارات تميل ناحية الدعم السريع. الإمارات لما مالت ناحية الدعم السريع بدأت الدعم السريع شغال كويس. لما إسرائيل بدأت تخسر الحرب داخل المنطقة اللي هي في الشرق، كان المفروض تخلص على المنطقة وتلحق تروح على السودان مع الإمارات ومع الدعم السريع، لكن لا تأتي الرياح بما تشتهي السفن، توقف الموضوع أو هم خلاص تم محلهم في لبنان. فإذا الدعم السريع لو قويت شوكته داخل السودان وتسيطر على الجيش السوداني، هيصبح في خطر من روسيا داخل السودان، لأن طبعا كده إسرائيل مش هتقدر تدخل، وأمريكا هيبقى ليهم اهتمامات تانية وهيسيبوا الساحة في السودان. هتدخل روسيا هتركب على السودان، يبقى هما كده خسروا السودان. علشان كده طلعوا محللين وقالوا لك التدخلات الخارجية في السودان هي سيدة الموقف. الجميع يبحث عن المصالحة لكنه يريد إطالة الأمن. الضربة الأخيرة اللي حصلت في الشهر اللي فات ده أو في الشهر اللي احنا فيه، إن الجيش السوداني سيطر على الخرطوم البحري وسيطر على مناطق قتالية كتير وقام بعمليات عسكرية كتير، وقالوا إن الجيش المصري ساعده. ده الدعم السريع اللي قال كده. عشان كده تحفز لمصر وقال أنا هاجي هضرب مصر واضرب السد العالي واعمل واسوي. طبعا كلام ساعة غضب. أمريكا طلعت على طول هددته وعملت حظر دخول أسلحة ليه داخل السودان، ومسكت ناس بتستورد أسلحة. وغير بقى كده تتوالت الاتهامات عليهم إن هم تاجروا في الأسلحة ودخلوها السودان وضربوا دارفور وضربوا وعملوا وسووا كده يعني. فبدأت أمريكا كمان تتهمهم بشكل مباشر بعد ما هجموا على مصر. يبقى كده احنا عندنا حاجتين. مصر أهم حاجة في الموضوع بلدي طلعت كدبت الموضوع ده وقالت لهم انتم ما معكوش دليل، لكن
الدعم السريع بيقول عندنا قصر. يعني الفيصل بينا ان الدعم السريع يطلع فيديوهات للقصرة ديت، واكيد القصرة ديت ليهم اهالي في مصر هيقولوا دول ولادنا ولا لا، ونعرف مين الكذاب. كلامنا كده ما يزعلش حد. تاني حاجة، احنا دلوقتي في ناس مفقودة، يعني في ناس ولادة مفقودة كانت في الجيش ومش عارفين أي معلومات عنه، بيطالبوا الجيش المصري المحترم جدا طبعا على عيني وراسي الجيش بتاعي إن هو يدور على ولادهم، يقول لهم ولادهم بس فين، سواء في السودان أو سواء في الصومال اللي هي مش الأراضي بتاعتنا، بس نعرف إحنا بنعمل إيه في الدول دي، أو إحنا رحنا ليه. حتى لو ماتوا هناك نعرف إحنا متنا ليه ولا متنا علشان مين. يعني دي قطع في الحقوق دي. يعني انا لحد دلوقتي سالت 1000 سؤال، احنا قاعدين في الصومال ليه؟ انا ولا شايفه اشتباكات بين الصومال ولا بين ابو احمد، ولا ابو احمد ضرب ولا ام احمد اللي راحت عشان تضربه ضرب. يبقى اللي الجيش يرجع، ولما يحصل حاجه يبقوا روحوا. لكن احنا قاعدين رايحين مستنيين ايه؟ مستنيين اوامر بايه؟ ده كله احنا متكلمين عنه في الفيديو وبكل صراحة وبكل وضوح ومن غير ما نهين حد، لكن احنا اتكلمنا عن الحقائق الموجودة اللي هي منشورة سواء في المواقع بتاعة التواصل الاجتماعي او في الاعلام عامة. يعني علشان كده تابعوني برضو وتابعوا الفيديو معايا، وارجوكم ما تنسوش اللايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم الأحداث النهاردة هنتكلم عن السودان وأحداث لبنان والأحداث داخل إسرائيل، وطبعا هنتكلم عن حزب الله. احنا بنتكلم عن عملية انتصار حزب الله على إسرائيل ليها عدة أسباب، مش بس وقوف إيران وراها، لأن إيران المفروض إن هي تقف كدولة ويبقى ليها جيش خاص بالدولة يرد للدولة الكرامة بتاعتها بعد الأحداث الأخيرة اللي حصل. لكن في موازين سياسية جديدة بتحكم المنطقة لازم نتكلم عنها ونوضح بعض الحاجات، خاصة بعد الأحداث اللي حصلت في السودان واتهام مصر بالتورط في الحرب داخل السودان. هل مصر تورطت في الحرب داخل السودان بمساعدة الجيش؟ الكل بيتلقى مساعدات، الجيش يتلقى مساعدات من بعض الدول وعدة جهات، والدعم السريع بيتلقى مساعدات من دول ومن عدة جهات. لكن مصر بتنفي ان هي تدخلت. هل مصر تدخلت ولا لا؟ ده اللي هنتكلم فيه بالتفصيل. لكن الاحداث كلها بتقول ان في حد بيحرك العرايس دي داخل المنطقة عشان الازمة التنمية مستمرية. الازمة التنمية مستمرية لصالح مين؟ لصالح اسرائيل. الحرب في السودان توقفت مع التوقيت اللي حصل فيه مشكلة في حرب إسرائيل على لبنان، لأن واضح إن إسرائيل مش هتقدر تكمل الحرب دي، لا هتتوقف، لا هيتم استنزافها، لا هيتم القضاء عليها، حاجة من التلاتة. تقدروا تقولوا كده إن التدخلات الخارجية هي سيدة الموقف. معنى التدخلات الخارجية وموازين القوة للتدخلات ديت هي اللي بتشكل النظام بتاع المنطقة، لأن الجميع بيسعى للمصالحة، لكن يريد إطالة الأزمة لصالح مين؟ لصالح إسرائيل، لأن واضح إن أزمة إسرائيل هتستمر شوية في الفترة القادمة ديت. هنحس إن أحداث السودان متزامنة مع أحداث إسرائيل. حميدتي اتهم مصر إن هي ظهرت بها طائرة مصرية في قاعدة مورو في شهر 4 لما بدأت مصر تظهر في الأحداث. فقال في شهر 4 بالظبط حصل إن ظهرت الطائرة المصرية داخل قاعدة مورو، وتزامنا مع الأحداث هنلاقي إن الأحداث في الفترة دي كانت مشتعلة في الشرق الأوسط في منطقة الأقصى، وحتى قطر طلعت وأدانت إسرائيل بالأحداث اللي حصلت في شهر إبريل. دي كانت نقطة بداية اتكلم عليها
حميدتي طلع واتهم مصر اتهامات مباشرة إن هي تدخلت في الحرب داخل السودان، وكمان ألقى على مصر بعض الاتهامات اللي مصر أنكرتها وقالت لا ما حصلش الكلام اللي بيقوله، احنا عايزين دليل. احنا كمان كمواطنين علينا ان احنا نبحث عن دليل، ده بيقول وده بيقول، لكن في طرف ثالث ممكن هو اللي يبين الحقيقة ديت، وهو المواطن المصري اللي ليه أولاد داخل الجيش المصري. وبالفعل احنا شفنا ناس طلعت وقالت ولادنا اختفوا، وقالوا لنا هم هيروحوا هيغيبوا يوم ولا يومين ولا 3، وكبرهم قوي اسبوعين، لكن قعدوا حوالي 16 شهر. 16 شهر ما يعرفوش حاجة عن ولادهم. وفي كمان الدعم السريع طلع وقال ان هو اثر ناس في السودان، ناس مصريين. طب ما احنا بدل ما احنا بنكذب نقول له طلع لنا الناس دي، واكيد الناس ديت معاها بيانات، يعني معاها البيانات بتاعتها ان هي تثبت ان هم مصريين. بلاش معاها بيانات، البيانات دي فقدتها ساعة عملية القبض عليها او ساعة المطاردات او اي حاجة. هنقول ان هم مجرد ما يطلعوا بشكلهم كده في فيديو، احنا مش محتاجين اعلام، احنا محتاجين يطلعوا بفيديو على الشاشات، الدعم السريع يطلعهم في فيديو كده، والناس تبتدي تقول دول ولادنا ولا مش ولادنا، علشان نعرف ان كان ده كذاب ولا ده كذاب. لان احنا دلوقتي اللي في النص، يعني الناس يقولوا احنا بنصدق الدولة، وفي ناس بيقولوا احنا بنصدق الدعم السريع، لكن انا كمواطن انا اصدق المواطن اللي يطلع يقول لي ده ابنه ولا ده مش ابنه. وده ابسط الحقوق لينا، ان احنا نعرف ولادنا بيروحوا فين. طبعا مصر انكرت، من حق مصر ان هي تنكر، لكن من خلال الاحداث هنتكلم عن الواقع اللي حاصل قدامنا. كان او الجيش السوداني سيطر على مناطق في شمال السودان كانت خاضعة للدعم السريع، خرطوم بحري، الجبل نوبة الاستراتيجي، مع عدة عمليات عسكرية متزامنة، عدة جهات للقتال، يعني الجبهات اللي هي بينهم وبين الدعم السريع. بعد تحقيق الانتصارات ديت حميدتي اتهم مصر مباشرة بالتدخل، وان هي تم امدادها للجيش السوداني بطائرات صينية وقنابل امريكية. طلع الجيش السوداني وقال الطائرات السودانية اللي موجودة دي موجودة من سنتين عندنا، وهي دي مصر تمادت بشكل واضح داخل الحرب داخل السودان. نبتدي بقى نتكلم في النقط المهمة. مصر من ساعة ما بدأت السودان الحرب ما بينها وبين الدعم السريع، كانت مصر عاملة قاعدة عسكرية داخل مصر، وقالت إن القاعدة دي قاعدة فيها جنود مصريين بيقوموا بتدريبات، لأن إحنا عندنا اتفاقية الدفاع المشترك ما بين الدول العربية، فممكن يعملوا تدريبات مع بعض. فمصر قالت ان في تدريبات. حميدتي اتهم ان التدريبات اللي هي موجودة دي قاموا بقصف معسكر ليه خاص بيه، فعشان كده بيقول مصر هي اللي بدأت في إشعال الفتنة بيننا وبين الجيش السوداني. صدر في بيان من الناطق قوات الدعم السريع، وقال ان بعد ظهور الطائرة المصرية في قاعدة نورو بدأ العنف يبقى ما بين القوتين، قوة الجيش والقوة بتاعة الدعم السريع، لأن مصر هي اللي بدأت بضرب الدعم السريع، فبدأ الدعم السريع يرد على السودان، لأن مصر المفروض إن هي كانت رايحة علشان عاملة اتفاقية مع الجيش السوداني. أهم حاجة في الحرب ديت هي الدعم السياسي والدعم الدبلوماسي والدعم الإقليمي، خاصة لما بتكون في دول عظمى بتدير المنطقة أو بتدير الحرب، يعني الحرب بالوكالة داخل المنطقة. أبعت الواد الرئيس دوت هنا أو أبعت الرئيس الواد دوت هنا بالجيش بتاعه، وما ادخل الحدود بتاعته عادي جدا، ممكن أقول له لا ما تتدخلش وسيب الوضع قائم كما هو عادي. واديله بقى الوعود بتاعت اليهود ديت اللي احنا في الاخر هتتحول لخازوق
هيلبس فيه أي شعب عهد اليهود في أي اتفاقية. وده حصل من اليهود كتير في اتفاقيات كتير لوقف إطلاق النار بينهم وبين فلسطين. شفنا كانوا بيعملوا إيه، وكانوا العرب اللي بيتدخلوا في المصالحة بينهم ما كانش حد بيقدر يطلع ويقول لهم انتوا عملتوا ليه كده. ده حتى المحكمة الجنائية الدولية. طب هي السودان فيها أضلع لأمريكا؟ طبعا فيها أضلع لأمريكا. الصومال فيها أضلع لأمريكا؟ طبعا الصومال فيها أضلع لأمريكا. إيه اللي بيحصل داخل الصومال قلنا من كام يوم، اتكلمنا في الفيديو السابق عنه، إن مصر راحة لأمر ما داخل الصومال علشان انها تضرب حميدتي اللي هو مع الامارات كده. واحنا عمالين ندي للامارات في اراضي وبنديها في حاجات واستثمارات داخل البلد، يعني ماسكه رقبتنا. فاحنا رايحين هنحارب الحليف بتاعها في الصومال، عشان هو طمعان في الصومال، واحنا معانا ايه الدفاع المشترك زي ما عملنا مع السودان بالظبط. فبعتنا الجنود وبعتنا هناك. غير كده الموقف داخل الصومال شايفاه انا متوقف، يعني لا ابو احمد ضرب ولا ام احمد ضربت، يعني ما فيش اي حاجه. طب احنا موجودين ليه بالذخائر والاسلحه داخل الصومال؟ اعتقد ان احنا موجودين علشان الحويثيين، او علشان لو حصل اي خلل في موازين القوه لاسرائيل ناخد اوامر بشكل مباشر. هنعمل ايه؟ دي بقى لسه دي النقطة دي في عالم مبهم خالص، لكن الحقيقة بتقول ان احنا موجودين في الصومال لهدف ما. ايه هو؟ الله اعلم، لكن هيبان مع الايام. حتى لو احنا في دماغنا حاجة مش بنتكلم عنها بصورة مباشرة، لكن بنتكلم عنها بس ايه بتلميحات بسيطة. لما تحصل نقدر نتكلم بصورة مباشرة، لان هيبقى واقع قدامنا وما تبقاش مجرد اتهامات. هو الجيش الصومالي موجود، الجيش المصري موجود علشان يضرب أبو أحمد هناك، لا ده ضرب ولا ده ضرب. يبقى احنا من حقنا نسأل هو قاعد ليه الجيش هناك لحد دلوقتي وباعت ذخائر وباعت. عندنا كمان السودان، عملية أو طريقة المصالحة أو الطريقة اللي تم اشتعال الحرب فيها في السودان بذكر عن ذكر ما حدث عن طريق الدعم السريع، إن كانت في طائرة مصرية هي اللي ضربت قوات الدعم السريع، وديت فتيل اشتعال الحرب ما بين الجيش السوداني والجيش المصري. التوقيت ده اللي حصل فيه كان مع اشتعال الموقف داخل المسجد الأقصى والمنطقة. كانت إسرائيل بدأ الحرب يعني تقريبا بقالها 3 شهور أو حاجة زي كده، أو 4 شهور، يعني في الرينج ده. فدي يعني كانت مدياها قدرات خاصة أو أحلام وردية إن في تقدم، وإسرائيل عايزة تدخل السودان بأي شكل. كانت هتدخل السودان عن طريق الدعم السريع والإمارات، لكن حميدتي لو كان وضعه كويس في السودان حاليا ما كانتش هتبقى مصلحته مع أمريكا ولا مع إسرائيل، كانت هتبقى مصلحته مع روسيا، لأن إسرائيل تعتبر انهزمت في حرب غزة. فإذا عليهم ان هم كانوا يوقفوا تقدم الدعم السريع داخل المنطقة اللي هم سابوه يبرطع فيها. اما الجيش المصري كان قادر يسيطر على الجيش بتاع الدعم السريع او مجموعات الدعم السريع عن طريق مساعدة الجيش السوداني، فهو كان يقدر يعمل كده من بدري. لكن احنا كمان طلعت عدة تساؤلات بعد الأحاديث بتاعت حميدتي ديت، وناس كتير سألت عن ولادنا، قالت ولادنا راحوا وما رجعوش. ولادنا فين؟ طبعا ما بيبقوش عارفين ولادهم فين بالظبط، لكن الأحداث الجارية بتقول إن هما كان لازم يرجعوا، لأن ده واحد رايح أسبوعين وراجع، وقايل لأهله أنا رايح أسبوعين وراجع،
وهوب قعد حوالي 16 شهر أو أكتر من سنة. يبقى ده راح فين؟ لا إما مات لا إما اتأثر. وبعدين اللي بيكذب بيبان في كلامه. الست اللي بتحكي عن ولادها لا باين إن هي محروقة على ولادها، التمثيل بيبان والحقيقة بتبان. ديت حاجة. طبعا الجيش بتاعنا قال لك لا احنا ما بعتناش. لا، الجيش بتاعنا يقول له طلع الصور بتاعتهم، ابعت لنا فيديو بصور الولاد دولت واهاليهم يشوفوا ويطلعوا يكلموا هم المجتمع بتاعهم ويقولوا لهم دول ولادنا ولا مش ولادنا، علشان تقدر تبرأ نفسك من الاتهامات ديت. خاصة حميدتي بيهدد مصر وبيقول انا هضرب السد العالي وانا هضرب ابصر ايه وهزحف على مصر وهجيب القوات بتاعتي والكلام ده كله. ممكن يكون تهديد ساعة غضب، لان طبعا قوته لا تسمح اذا كان هو انهزم في السودان بمجرد بس ما هو ذكر ان الجيش المصري ساعد. فما بالك لما انت هتواجه الجيش المصري؟ ديت حاجة. الجيش المصري ما عندوش اوامر ان هو يستسلم ليك خالص دلوقتي، فهيحارب طبيعي، هيحارب اصلا. انا بقول ما عندوش اوامر لان احنا هنشوف دلوقتي حاجه غريبه جدا. يعني هتبين لنا ان امريكا موجوده داخل السودان، وهي اللي بتدير الحرب داخل السودان وبتحدد مين اللي يبقى موجود ومين اللي ما يبقاش موجود. وبناء عليه هي عايزه المصالحه، بس عايزه يعني وقف اطلاق النار او المصالحه، بس عايزه تعمل عمليه ايقاف مؤقت زي ما اسرائيل عايزه تعمل ايقاف اطلاق النار مؤقت في فلسطين. السياسه واحده. ما تجيش تقول لي ده النتن هو اللي عايزه هو اللي مصمم، لا، السياسه واحده. هي امريكا دلوقتي مش بتعمل مصالحه، ده بتعمل اشتعال ما بين الجيش بتاع الدعم السريع وبين مصر. يعني كده مصر بقى ايه، تبقى ايه، لازم تتدخل بصوره ظاهره داخل الموضوع دوت. الدعم السريع اصلا حصل معاه كده لان هو مغضوب عليه من امريكا. ليه؟ بعد فشل اسرائيل داخل لبنان. ليه بعد فشل اسرائيل؟ لان كان المفروض اسرائيل هتدخل عن طريق الامارات مع الدعم السريع في المناطق اللي بتطل على البحر الاحمر في السودان، لكن اسرائيل متكتفة وأمريكا متكتفة داخل المنطقة دلوقتي. زائد إن إسرائيل كبلت أمريكا مصاريف كتير في عملية الحرب في لبنان والحرب على غزة، وما حققتش أي نتيجة. أمريكا فرضت عقوبات على أحدى أقارب حميدتي بحجة تجارة السلاح. وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبة على الكوني حمدان الأصغر لقائد قوات الدعم السريع. طيب لو كانت إسرائيل هي اللي نجحت كان زمان الوضع اختلف تماما. دلوقتي الحرب بالوكالة داخل المنطقة، إن كل الجيوش اللي هي حاكمة الشعوب بتاعتها شغالة جيش تبع أمريكا، بدليل إن هم بيتلقوا تدريبات، بيسافروا يعني أمريكا وبيتلقوا هناك تدريبات وبيتلقوا معونة من أمريكا وبتصرف عليهم كويس جدا علشان يتمموا ليهم ولاء لأمريكا في المرتبة الأولى. لكن إحنا ولادنا اللي بيدخلوا الحرب ديت الناس بتسأل عن ولادنا اللي راحوا السودان وما رجعوش، قالوا تدريبات هناك ومش تدريبات هناك، لكن واضح ان تم الزج بيهم في داخل المعركة بدون سبب. واحنا برضو نفس الحكاية داخل الصومال. دلوقتي هيطلعوا يقولوا لك الحويثيين دولت ارهابيين والحويثيين تبع ايران والحويثيين تبع مش عارفة ايه. فهل احنا بقى في الصومال كده بدل ما هنضرب ابو احمدات هنروح نضرب الحويثيين مثلا ونقول علشان هم وقفوا مصالح قناة السويس ده مثلا يعني، ولا هنعمل ايه؟ ولا الجيش هيرجع بقى من الصومال كده ونلم نفسنا ونقفل البلد على نفسنا علشان احنا الحرب دي اصلا حرمتنا من لقمة العيش. الناس ما بقتش لاقية تاكل، حتى الناس اللي معاها فلوس. ليه؟ الناس مش متفرغة للدولة، الناس متفرغة لحاجات تانية كتير. اللي يقول لك نعمل سياسة اقتصاد الحرب
سياسة اقتصاد الحرب ليه؟ أنا الدولة بتاعتي مش في حرب، ده احنا لما كنا عايشين أيام الحرب كانت الناس بتاكل وبتشرب أحسن من كده، كانت الناس بتاكل وبتشرب أحسن من كده. لكن أنت دلوقتي دولة مستقلية مش داخلة في حرب، وعندها مؤسسات وعندها قوانين وعندها دستور، حتى وإن كان الدستور مخترق بتاعها ولا كده، فهي دولة ليها كيان. طب ازاي اليهود دلوقتي وضعهم داخل إسرائيل؟ قلنا قبل كده إن اليهود داخل إسرائيل بدأوا يتشتتوا وبيسيبوا البلد. نسبة اللي بيهاجروا من اليهود 40% منهم شباب في سن التجنيد، مش عايزين يدخلوا حرب فاسدة وفاشلة، خاصة بعد الأحداث الأخيرة في لبنان. الناتن والجيش، قادة الجيش بتوعهم قالوا لهم الحل الوحيد عشان تهربوا من الكمائن اللي هي بتتعمل عليكم ديت، انزلوا في البلاعات، المجاري، يستخبوا في المجاري. ففي ناس غصب عنها بقى، انت موجود في مكان زي دوت ولازم هتستخبى فين؟ تنزل تستخبى في المجاري. ده احنا عارفين ان المجاري دي بتبقى فيها الفيران والصراصير، فالجيش الاسرائيلي بقت الصوره بتاعته كده. كمان هو بيطلب من امريكا تشيل اللي هي قوات الامن بتاعت حفظ السلام اللي هي محفوظه، قالت ديت بتحمي كده الارهابيين اللي هم بيضربوا في اسرائيل. وامريكا متضايقه من الموضوع ده لان حصلت اصابات لبعض الناس زي ما حصل في بتاعه النور اللي هو المطبخ، اللي هو الناس اللي اتقتلوا هناك، فبدا يحصل اصابات للناس ديت. ودي تعتبر برضو مجموعه من الجنود الدوليين، مش من امريكا بس، من جميع الدول. طبعا عندنا بعض الدول بدات تستنفر ضد اسرائيل، منها فرنسا ومنها اسبانيا ومنها ايطاليا، يعني دول كتير اوروبيه بدات تاخد موقف. لكن ما زالت امريكا هي اللي بتمشي السياسه داخل المنطقه عن طريق اسرائيل. معارضه النتن مش معارضه يعني منه هو شخصيا، لا، دي معارضه اصلا امريكا اللي حطاها كخطه ليه، بدليل ان امريكا بتحميه حتى لحد دلوقتي من المحكمه الدوليه، مع ان عندها كل القدره ان هي تعمل كل حاجه، ان هي تاخده وتحاكمه وتعاقبه على المذابح اللي هو عاملها. لكن بتيجي في الاخر وتقوم حكاه وتقول لك اصل هم من حقهم يدافعوا عن نفسهم. الناس اللي بتهاجر من اسرائيل دي هتروح فين؟ هل امريكا والدول اوروبا هتستوعبهم؟ لا، هي الافضل ليهم ان هم يرجعوا للدول اللي هم راحوا منها وانشأوا دولة اسرائيل تاني، علشان يسمنوا ويربربوا ويعملوا خلية تاني داخل الدول ديت. وده اللي حصل داخل المغرب، اللي حصل داخل المغرب كان حاجة وسخة فوق الوصف، يعني ما يتقالش عليها ان هي اوسخ من كده. انا ما شفتش ان الملك بتاع المغرب قرر ان هو يعمل قوانين بإعادة اليهود اللي هم كان معاهم الجنسية المغربية. بص بقى من كام سنة هم وولادهم وأحفادهم من إسرائيل، اللي عايز يجي إسرائيل وياخد الجنسية المغربية ويعيش كمواطن ليه حقوق زي ولاد المغرب. وطبعا ده الشعب المغربي على عيني وعلى راسي والله، هو رفض. الشعب المغربي رافض اصلا الاوضاع بتاعه الملك مع اسرائيل. الاحداث ديت اشعلت الغضب، خلت موقف ليه معدي والناس حدفوا عليه بتاعه مولوتوف، بس يعني ما جاتش في العربيه بتاعته. ده بيعد، ده حاله الغضب. الحالة الصغيرة اللي هي داخل المغرب هنطبقها على بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط. هيرجعوا يزرعوا اليهود تاني داخل منطقة الشرق الأوسط. هتبقى في أوامر مباشرة للرؤساء وللملوك بتوع الدول دول إن هم يدخلوا اليهود الدول بتاعتهم تاني ويديهم الجنسية تاني. هيقولوا لهم ليهم أحقية إن هم
ياخدوا الجنسية بتاعة البلد، لأن دول أحفاد. يعني المغرب بيقولوا لك في حوالي 1,000,000 واحد إسرائيلي يعتبر متجنس بالجنسية المغربية، المفروض أو من الجنس بتاعه من دولة المغرب. يبقى كده هيبقى فيها حوالي 1,000,000 يهودي. وبعدين ده كل اليهود تقريبا 9,000,000 اللي هم في إسرائيل. طبعا دلوقتي صفصفوا على ما فيش، وهم هيموتوا ويرجعوا تاني المستوطنين اللي خرجوا من إسرائيل. لكن الأحداث مشتعلة، أمريكا اللي بتدير الموقف. عشان كده احنا بنتكلم بكل صراحة، واللي حاسس انه بريء عنده الطريقة اللي هيبرأ نفسه بيها، واحنا قلنا له عليها داخل الفيديو. على القناة وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم الفيديوهات الجديدة أول بأول. مع صفاء خطاب. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.